ازيكم؟ تعالوا اقول لكم على تركه حلوه قوي بقيت اعملها للكبده، تغيير يعني. دي يا جماعه مش كبده اسكندراني، عشان بس حد يطلع يقول لي كبده اسكندراني ما بتتعملش كده. ايوه دي حاجه تانية. شفتوا الخضار اللي كان في الاول ده؟ ضربته كله في الكبه او بشرته على ايدي، كان بصل وفلفل وطماطم. طبعا هحط توم وهحط خلطه الكبده بتاعه ماجي. بنزل بالكبده عادي جدا تتشوح زي ما انتم شايفين، وبعد كده بنزل بشويه الخضار دول. تمام. معاهم التوم، وبديهم تقليبة بقى معاها، بتخلي طعمها لذيذ كطعم مختلف عن الكبدة الاسكندراني او الكبدة المعتادة اللي احنا بناكلها، تغيير يعني. واهم حاجة الكزبرة. تمام. رشة كده من الكزبرة في الاخر، بجد كانت رهيبة وعجبتني جدا جدا جدا. تقدروا تعملوا الخلطة دي مع كبدة الفراخ، انا عملتها الاول مع كبدة الفراخ وعجبتني جدا، وقررت اعملها مع الكبدة البري. يا رب التركة تكون عجبتكم. باي باي.